ازيك يا حبايبي؟ ام روفان عاملين ايه؟ ايه يا ام روفان؟ كل يوم كده، كل يوم طبليه. النهارده بقى ما احنا قلنا يا جماعه، بس اهم حاجه بتكلم والدكم معاكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بكم يا جماعه. كل بالبلدي مع ام روفان، كل جديد في جديد مع ام روفان، ومفاجات لام روفان بعد العيد. خير يا ام روفان، اكلنا ايه النهارده؟ احنا لسه قايمين من النوم مش عارفين نعمل ايه. طبعا اكلات العيد خلاص انا قلت لكم، كل سنه وانتم طيبين. اتدلعنا في رمضان واتدلعنا بعد العيد، نرجع بقى لروتيننا اليومي. حاجات كده فاخر من الاخر بس بسيطه مش مكلفه. عملت النهارده، جبت نص مفروم يا جماعه. مش جبت، انا قلت لكم في لحوم لسه عندي في الثلاجه، فطلعت نص كيلو لحمه مفرومه، عملت كفته. فمحمد بيقول لي ايه يا ماما؟ محمد ابني الكبير بيقول لي ايه يا ماما؟ هو الدلع اللي كنت مدلعونا في العيد ورمضان، في رمضان والعيد خلاص؟ قلت له خلاص، هو ده اكلكم. عاجبكم مش عاجبكم اخبطوا. لا قلت لهم دي اكلكم. انا قلت لهم عاجبكم مش عاجبكم اخبطوا دماغكم. فده اكلنا يا جماعه. استنى يا جماعه، احنا هلكنا ستات البيوت يا جماعه. الستات المصريه والله مظلومه متمحطه ومتمرمطه من دروس. روفان طبعا كانت السنه دي في رابعه، فرابعه كنت بروح وباجي، لان السنه اللي فاتت كانت في ثالثه ما وديتهاش دروس في رمضان. فالضغط كان عليا السنه دي فظيع. فعملت النهارده لحمه مفرومه ومكرونه وشويه شوربه كانت عندي، عيش فجل على جرجير. طب ده ايه يا ام روفان؟ جبنه حلقه. الجبنه الحادقه دي ليا، لان انا ماليش نفسي الاكل ده. طبعا روفان ملهاش في الكلام ده، فجايبه لها اندومي. اقول لك حاجه، قولي يا اختي. كل يا جماعه كل الاكل ده على جنب، ده اكل مش حلو، ده اكل. لا، قلنا ايه؟ نعمه ربنا كلها حلوه، نقول الحمد لله. بس روفان طبيعي اكلها مايل يا جماعه. والفكل الجمدان بتاعنا يا جماعه، الفكل الجمدان بتاعنا والله اكله حلوه. ايه مالها الكفته والله. وبص عاملاها بقى على الفحم بقى، وايه فاخر من ده. بس انا نفسي يا جماعه راحت العيش الناشف كده. جايبه انا على الجبنه الحادقه النهارده. لا قوم هناك اهو. ده عيش ناشف اللي هو البلدي العادي بتاعنا. جايبه بقى ايه الجبنه الحادقه بقى مع الفجل الجمدان والخس ده، حاجه كده فاخر من الاخر. استنوا تعالي يا بنتي يا رفاق. كنت جايبه امبارح ب 20 جنيه، السته ب 20 بس الرغيف صغير. ففاض منهم يعني مع اكل عيالي فاض رغيفين، مع ان انا كنت جايبه لي انا بس. مفيش يا ماما يا بنتي على ده الصينيه الثانيه في كيس عيش فيه رغيفين. رفان بنت الميله، لو قلت لها حاجه قدامها تقول لي مفيش موجود. ريحه الكفته جميله قوي، داخله في مناخير ايه؟ خد معايا اندومي. انا اللي عامله لها ده طبق قد ايه؟ ايه يا بنتي؟ ايوه اللي احنا جايبينه امبارح هاتيه. هو ده مش ناشف ولا طري؟ ماشي. طيب يا جماعه، اصل هو بعتوا لي ب 20 جنيه ازاي ال 10؟ ده رغيف صغير. شكرا عامل زي الرقاق. طعمه جامد والله، جامد والله، تحفه. جبنه جامده. اوكي بس كيف رجلين؟ والقدام احلى. هتفك رجلين. ربنا ما يحكمك على كتف رجلي جميل ازاي. انا بحب اللي هو اكتر حاجه مش عارفه اسمه ايه في السوق الفجل ده بقى يا جماعه، اسمه ايه الله اعلم. والله. امبارح كنت عامله اكل بردك، كنت عامله لهم فراخ بردك، بس ما صورتش بقى لان انا عملت فراخ دي كام مره. بحب ده قوي يا جماعه. كلت جبنه برضه، كنت جايبه جبنه حادقه كتير. كفر. فده يا جماعه الاكل. هتقولي يا ام روفان انت ما عدتوش بتدخلوا المطبخ ليه؟ راحه يا جماعه، راحه. انا بقالي كتير بعمل لكم فيديوهات في المطبخ، فده اكلنا النهارده عشان الست اللي لسه قايمه من النوم، اللي خدت الهدنه بتاعت رمضان والعيد وقايمه من النوم لسه حالا متعنتخه ولسه قايمه من النوم حالا. تعرف فرد وقت حصر رسمي عند ام روفان هتعمل اكل ايه النهارده؟ كفته. كلنا بنعمل كفته. هدخل ليه بقى؟ ليه ارجع لكم في دماغكم في المطبخ؟ انا عملتها كام مره معاكم. فده نهايه الفيديو يا جماعه، وده اكلنا، حاجه كده بسيطه وموفره، توفير من رمضان للعيد. انا عملت الكفته دي مره بس في رمضان، لان طبعا رمضان محمر ومشمر وحاجات كده كتير، هو لازم رمضان كده. لكن الكفته بعملها مره بس، ببقى مش عارفه اعمل اكل ايه فبقوم عاملاها. والسمك بردك بعمله مره. فده نهايه الفيديو يا جماعه. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، عشان لما يبقى خفيف على قلبكم انتوا بتمتعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميله. بحبكم، كل سنه وانتم بالف خير يا جماعه. باي باي.